ولعب وكسب. كمية مشاكل فنية قابلته والنهارده بيعدي الى بر الامان. وادي شهاب، يا سلام يا سلام على الهدف بتاع شهاب. لعب اهو، قال له انت بتاعي، انت اختياري، انا نشنت عليك. وفعلا الوقفه دي شهاب، قلت لكم من بدايه الشوط الاول الولد ده علم، وقنبله من بتوع رفعت الفناجيلي وشحته الاسكندراني وشحته بتاع الاسماعيلي ورضا بتاع الاسماعيلي وعبد نصر بتاع الزمالك والدنيا كلها. هدف جميل 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 نقدر نقول عليه يعني بدايه يعني شهاب الدين، لانه هو بينزله كراجل مدافع وفي نفس الوقت عنده الثقه من هنا، عنده الثقه من هنا انه يشوط، وشوطه ايه سم جوه ودخلت. وهدف جميل لشهاب الدين احمد. شهاب الدين احمد في الدقيقه 32 من زمن الشوط الثاني يعوض ضربه الجزاء اللي ضيعها اسامه حسني، وينفجر الملعب ويحمر بقوه هذه المره 2-0. نقدر نقول ان الامور قربت قوي من الدرع رقم 35 للنادي الاهلي. وايضا نقدر نقول ان شهاب الدين اكتر ناشئ من وجهه نظر الشخصيه علم. يعني ايه علم؟ يعني مستواه ثابت وبيرتفع من مباراه لاخرى، وبدا نص الملعب يحافظ عليه كشكل كناحيه